نكدي اكتر، الستات ولا الرجاله؟ اكتر سؤال جدلي في العالم. الستات بيقولوا على الرجاله نكديين، والرجاله بيقولوا على الستات هم اصل النكد وهم اللي اخترعوه، وان الستات تقول للنكد قوم وانا اقعد مكانك، وانهم طمعوا فيه وهو بيتوزع. ولما دورنا في اصل الموضوع لقينا ان الدراسات والابحاث العلميه انصفت الستات واثبتت ان النكد اصله مذكر، وان الرجاله نكديين اكتر من الستات. ومن ضمن الدراسات دي دراسه عملها مركز الابحاث الامريكي امريكان كلينيك، قال فيها ان الستات مش نكديه بس هم اكتر ذكاء من الرجاله. ليه بقى الستات اذكى من الرجاله؟ لانهم بيستخدموا عواطفهم في تحقيق رغباتهم زي العياط، وده اللي بيعتبره الرجاله نكد خام. يعني هي عايزاك تفسحها فتعيط كوسيله تستخدمها عشان انت تحقق لها اللي نفسها فيه، تقوم انت بدل ما تبسطها وتحقق لها رغبتها عشان تبطل عياط تقول عليها انها نكديه. ومن هنا اتوصمت الستات انهم نكديين. يعني اول راجل لو كان خرج مراته ما كانتش السمعه دي طلعت على الستات. معنى كده ان الامر خلاص اتحسن من الستات؟ لا طبعا، مش قلت لكم جدليه وما بتنتهيش؟ دي الابحاث العلميه نفسها احتارت في الاجابه. ومش بس كده، في دراسه تانية بس المره دي فرنسيه عملها المركز القومي للبحوث الاجتماعيه على 1000 زوج وزوجه، قالت ان 73% من نكد الستات في البيت بيكون سببه تكشيره الزوج، وان 12% بس من الستات بيقولوا ان المرح والسعاده الاسريه بتعتمد على الزوجين سوا، و6% بس من الستات اللي خضعوا للتجربه اعتبروا ان الزوجه هي المسؤوله الاولى عن الحاله المزاجيه لافراد اسرتها. اما انا هعتمد في رايي على المثل الشعبي اللي بيقول القفه ام واتنين يشيلوها اتنين. يعني مفيش بيت سعيد بيعتمد على طرف واحد بس من اطرافه، لكن كل طرف يساهم بجزء من طاقته في تحقيق السعاده وانهاء النكد. بتعيط ولو يبوزها صالحها بكلمتين حلوين، بخروجه، بهديه، ان شاء الله شوكولاته كتاكيتو. بيزعق ومتعصب طول الوقت ومصدرلك التكشيره، دلعيه، اعملي له اكله بيحبها، شيلي عنه حمل المصاريف شويه، ارقصي لي وفوزيه وهو هيتبسط قوي قوي. ما بتعرفيش ترقصي؟ اديله 200 جنيه قولوا له اقعد مع اصحابك على القهوه، والله نفس التاثير واكتر كمان شويه. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.